شهريار الدراما المصرية والحصان الرابح حقق أمنية فنان على فراش المرض وأوفى بوعده وأعاد 4 فنانين للوكيشن بعد ما فقدوا الأمل. بيقدم أدوار شر بسبب عقدة عنده. هتعرفوا حكايات ياسر جلال مع جيل الكبار في ستوري بالعربي. ياسر جلال هو اللي بينطبق عليه مقولة إنسان قبل ما يكون فنان. مواقفه مع نجوم جيل الكبار مؤثرة ما تتنسيش، وآخرها تحقيق أمنية لفنان كبير على فراش المرض، وهو الفنان صالح العويل اللي شارك في أعمال كتير زمان مع فريد شوقي ومحمود عبد العزيز وغيرهم، وآخر عمل شارك فيه كان من 9 سنين. مؤخرا عانى من جلطة في المخ وفضل في العناية المركزة فترة طويلة، وكانت أمنيته إنه يقابل ياسر جلال، وفعلا حقق له الأمنية دي. ومش بس كده، ده كمان رجعه للوكيشن بعد غياب فترة طويلة من خلال مسلسل جودر الجزء الثاني اللي هيتعرض في رمضان 2025، وبعدها ارتفعت معنوياته. اللي عمله ياسر جلال ده مثال على الوفاء والإنسانية، وما عملوش مع صالح العويل بس، ده كمان كان حريص إن مسلسله جودر 2 يعيد اكتشاف فنانين من جديد، ومنهم محمد التاجي وياسر علي ماهر وغيرهم. وكمان كان سبب في سعادة الفنان رشوان توفيق اللي ظهر في دور ضيف شرف في الجزء الأول من مسلسل جودة، غير إن ياسر جلال بيعتبره وش سعد عليه لأن أول أدواره الناجحة أما قدم شخصية ابنه في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. أما الفنانة نادية شكري قالت إن ربنا طبطب عليها بمشاركتها في مسلسل جودر الجزء الأول، لأن جالها في وقت كانت محبطة جدا وفقدت الأمل في إن الجمهور يشوفها، ورغم إنها ظهرت كضيفة شرف إلا إنها اتصدرت الترند بسبب دورها. كمان ياسر جلال كان سبب في إن الفنانة هالة أنور اللي بتعتبر واحدة من أجمل أطفال الثمانينات ترجع تاني بعد سنين غياب طويلة، وده من خلال مسلسل دل راجل، وشاركت معاه بعدها في جودر. وقبل مواقفه الإنسانية مع جيل الكبار اللي حصل من بدايته لحد النجومية غير حياته. ياسر جلال متأثر جدا بالفن من صغره، وده لأنه من عيلة وبيئة فنية ليها تاريخ في عالم التمثيل والإخراج. والده المخرج جلال توفيق، ده غير إن أخوه صغير رامز جلال ظهرت موهبته من وهو عنده 14 سنة أما شارك في فيلم الراقصة والطبال، وفي بدايته ربط كتير من الجمهور بين ملامحه وملامح رشدي أباظة، ووصلت أعماله لأكتر من 80 عمل معظمهم أدوار تانية لحد 2017، وهي سنة النجومية بالنسبة له. في السنة دي قدم أول بطولة مطلقة في الدراما بمسلسل ظل الرئيس، ومن بعدها قدر يكون من نجوم الصف الأول لحد ما جسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار 3، ولقبوا الكثير من النقاد بالحصان الرابح في دراما رمضان وشهريار الدراما المصرية، بعد ما قدم مسلسل جودر في رمضان 2024 واللي بيظهر فيه بشخصية شهريار. ومن أسرار ياسر جلال اللي ناس كتير مش عارفاها إن في بدايته أما كان بيمثل في المعهد كان بيقدم أدوار فيها نبل، وده عمل له عقدة خلاه يحب يقدم أدوار الشر، ومؤمن بأن اللي بيلعب الشر الممثلين الشاطرين المتميزين، وعشان كده فرح جدا أما نور الشريف قال له الناس هتكرهك بسبب شخصيتك في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وفعلا ده اللي حصل وكان دليل على نجاح الدور. وبعد ما برع في أكتر من دور شر أغلب أعماله وأدواره بقت عنوانها الإثارة والتشويق، واشتهر بتنوع أدواره وقدرته على تقديم شخصيات مختلفة بمهارة عالية. لكن بالرغم من التألق المتواصل في الدراما فجمهور ياسر مستنيه يرجع للسينما بأعمال جديدة قريب.